اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم آية من يوميات آية ودي قناة. حبيت النهاردة اشارككم يومي بكل تفاصيله. حبينا نعمل غدا سريع كده مع بعضنا. زي ما انتم شايفين كده عملنا بطاطس بالفراخ، بس احنا سوينا الفراخ لوحده. وصفة مختلفة خالص. عملنا البطاطس والفراخ. الفراخ عملناها بتتبيلة حلوة خالص، ومعايا طبعا المخلل هنا اللي احنا خليناه مع بعضنا كمان. حبيت اوريه لكم بعد ما استوى وكده لتاني مرة، فعشان اكد لكم ان هي بصراحة وصفة خرافية. فاحنا النهاردة عملنا الغدا، عملنا بطاطس، عملنا حبة رز بالشعرية، عملنا فراخ كده، عملنا معاهم حبة سلطة خضراء زي ما انتم شايفين، والبطاطس دايبة كده زي ما انتم شايفين، والفراخ دايبة والله العظيم، والطعم بتاعها كان خرافة. والتتبيلة دي ممكن تشويها في الفرن، ممكن تعملها بنفس التتبيلة وتحطيها في الفرن ساعتين كده هتطلع لك مشوية. ممكن تحطيها على شواية، ممكن تحطيها على شواية فحم، شواية كهرباء اللي يريحك. بس احنا في ناس كده مش متوفرة عندها الشوايات ولا الأفران ولا الكلام ده كله، فاحنا حبينا نعملها على البوتاجاز. وبصراحة طلعت خرافية زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. معايا هنا خضار، معايا طماطمايه متقطعة، معايا قرن فلفل حامي، قرن فلفل بارد، معايا بصلاية متقطعة، معايا فصين توم، معايا ليمونة، معايا معلقتين خل، معايا البهارات بابريكا، كمون، كزبرة، فلفل اسود، بهارات لحمة، قصدي بهارات فراخ، ملح. وهنزل كده جبت الكبة بتاعتي، وهنزل بقلب الكبة كده في الخضار بتاعي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هعصر الليمونة وهحط معلقتين خل وهحط عليهم معلقتين زيت. الوصفة دي يا حبايبي يعني تنفع الفراخ المشوية، بتبقى تحفة تحفة. ومعايا هنا معلقتين مستردة ممكن تستغني عنهم لو مش متوفرة، ومعايا معلقتين كاتشب ممكن تستغني عنهم كمان لو مش متوفرين. يعني ممكن تحطي معلقة معجون من الطماطم او صلصة عادية، مفيش اي مشكلة. ونزلت هنا بالخل برضو زي ما انتوا شايفين، وهنزل بمعلقتين الزيت، وهضرب كل الكلام ده كله لحد هنا احنا تمام. هضرب كل الكلام ده في قلب الكبة لحد ما يبقى خليط سايل معايا كده زي ما انتوا شايفين. بصراحة والله العظيم ريحة التوابل وريحة الخضار اللي احنا حطيناه كانت قلب الدنيا من قبل ما تستوي، من قبل ما نعمل اي حاجة. مجرد ما فتحت الكبة كده بعد ما فرمتهم والله ريحتهم تحفة. وبعد كده احنا زهقنا بقى من وصفات الفراخ التقليدية مع البطاطس ومش عارفة، قلنا نغير بقى. يعني تحس يعني تعمليها مشوية ومش مشوية في نفس الوقت. يعني بصراحة وصفة خرافية. يعني بصراحة أنا بصراحة الوصفة دي بحبها أو بعملها دايما. لما بزهق من الفراخ مع البطاطس وكده بعملها. وجبت الوراك معايا نص فرخة، وانا مفتحاها فتحات كده في قلبها زي ما وريتكم. هفضل ادعك في التتبيله. جبت بوله وحطيت التتبيله والفراخ، هفضل ادعك في قلب التتبيله دي لحد الفراخ ما تتشرب كلها من التتبيله. ممكن تعملي التتبيله دي من بالليل وتحطيها في التلاجة، وتبقى بصراحه تبقى شاربه من التتبيله الصبح. بس انا كنت مستعجله فقلت بقى ايه، خليتها ساعه واحده بس مش اكتر. ممكن اول ما تصحي الصبح برضو تعمليها وتسيبيها في التلاجة لحد اخر النهار لما تيجي تحضري الغدا. انا سبتها هنا ساعة ونص حوالي كده. بعد كده معايا صينية زي ما انتوا شايفين، صينية وسط كده، ونزلت بيها بالفراخ وباقي التتبيلة اللي كانت في البولة. ومعايا هنا كمان نص كوباية مية مغلية هحطها فيها كده. ممكن تعملي الوصفة دي بالظبط وتغطيها وتحطيها في قلب الفرن لمدة ساعة كده. هتفتحي عليها تلاقيها تحفة، تولعي عليها الشواية تبقى فراخ مشوية 100% أحلى من اللي بتشتريها من بره. فأنا طبعا كانت بصراحة الفرن عندي بايظة، فقلت نجربها بقى على البوتاجاز المرة دي ونشوف هتطلع ايه. ومعايا هنا حبيتين من البطاطس، معايا كزبرة، معايا حتة ليا، معايا كمون، معايا فلفل اسود، معايا ملح، معايا شفشق طماطم زي ما انتوا شايفين. الطماطم تكون سايلة مش ماسكة قوي، يعني مش تخينة قوي، عشان البطاطس تعرف تشرب من الطماطم كده وتستوي. ونزلت هنا بصينية على النار، ونزلت بمعلقتين زيت كبار، ونزلت بحتة الليلة وهي مش متوفرة مفيش مشكلة، بس هي بصراحة بتديها طعامة وبصراحة بتبقى خرافية، كأنك عاملة البطاطس باللحمة بالظبط. طبعا احنا عشان مش هنحط الفراخ في قلب البطاطس، فاحنا قلنا ايه، ان نخلي الطعم غني كده بحتة اللية دي. وهفضل اقلب كده واشوح البصلة بس في الزيت. وبعد كده هنزل بمكعب ماجي وكزبرة، فلفل اسود، ملح،
زي ما انتوا، كمون ومكعب ناجي خضار معاها او بالفراخ براحتك المتوفر عندك، وهديهم تشويحة كده. وبعد كده هنزل بالبطاطس وهفضل اقلب البطاطس دي لحد ما تشرب من القلب البصل اللي احنا يدوب شوحناه كده. هفضل اقلب فيها لحد ما احسها اتغلفت في قلب البصل كده. هتشوفوا معايا كده خلاص تمام، انا شوحتها ومتفل 10. وبعد كده هنزل بشفشق الطماطم. شايفين الطماطم سايلة مش تخينة بصراحة. هي دي صلصة الطماطم بتاعة البطاطس، تختلف يعني عن لو عملنا طبيخ او اي حاجة، لا تختلف دي، عشان خاطر البطاطس بتنزل ميتها ولازم تشرب من حاجة سايلة برضو. بعد كده قلنا نعمل حبة رز معاكم. زي ما انتوا شايفين حبة رز بشعرية. جبت حلة وحطيت فيهم معلقتين كبار من الزيت، ونزلت عليهم بنص كوباية كده من الشعرية، وهفضل اقلب. ممكن تعملي معاها رز معمر، ممكن تعملي معاها رز ابيض اللي يريحك، بس انا حبيت اعمل رز بشعرية بصراحة. وبعد كده حطيت نص مكعب ماجي لحد الشعرية دي ما تتحمص، ونزلت بكوباية رز كده على قدنا. ممكن تضاعفي الكمية على حسب افراد اسرتك براحتك. مفيش اي مشكلة. انا عملتها على على قدنا يعني. وبعد كده حطيت المية وفي الرز على قد كده. الرز بتاعك انت اكيد عارفه، في رز بيحب المية ورز ما بيحبش المية. انا طبعا الرز انا عارفة كده، وانا عارفاه وعارفة ميته مقداره قد ايه. وبعد كده سبتهم استووا. بعد ما استووا رجعت لكم بعد ما استووا. انا حطيت شايفين البطاطس خرافية، اقسم بالله طعمها وريحتها ولونها تحفة. هي بتتكلم عن نفسها، انا مش هقول حاجة. حمرنا والرز مفلفل، وريحة الفراخ اقسم بالله خرافية تحفة. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده، جربوها والله مش هتندموا. زي ما قلت لكم ممكن تحطها في الفرن وتبقى فراخ مشوية. بعد ساعة تفتحوا الشواية عليها زي ما قلت لكم، بصراحة بتتحمر وريحتها تجيب من اخر الدنيا. ممكن تعملي مع الاكلة دي برضو شوية مكرونة بدل الرز براحتك اللي يريحك اللي انت حباه. شايفين الفراخ دايبة ازاي، وشايفين البطاطس ولونها بصراحة، وشوية المخلل دول اللي احنا عملناهم مع بعضنا بصراحة حاجة خرافية. وعملنا شوية سلطة خضرة كده جنبه. بصراحة حاجة فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم. لو وصلت لحدنا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. والبطاطس دايبة وجميلة. واشوف وشكم على خير وفيديو جديد يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.